السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة ماريا للطبخ. اليوم سنعمل معا بسكوت اللوز. المكونات هي كوب من الطحين، نصف كوب من السكر البودرة، 100 غرام من اللوز، 100 غرام من الزبدة، بيضة واحدة، نصف ملعقة شاي من البيكنج باودر، ربع ملعقة صودا. نبدأ بالمكونات. بسم الله. هذه هي بيضة واحدة، ثم هذه هي الزبدة، 100 غرام الزبدة، وهذا هو الطحين، السكر البودرة، وهذه هي نصف ملعقة بيكنج باودر، ربع ملعقة صودا، وهذا هو اللوز، 100 غرام من اللوز. طبعا هذا كيس من الفانيلا، حتى البيضة ما قطعينا الزناخة. هذا 100 غرام من اللوز المطحون. بسم الله. والآن نخلط المكونات مع بعض. بسم الله حتى تتماسك، مع ملعقة كبيرة من الحليب. بسم الله. وهذه تكفي السوائل. نخلط جيدا. نضع قليل من الطحين أو الدقيق. بسم الله. بسم الله. نفرز العجينة حتى نشكلها بأشكال نرغب فيها. والآن نبدأ بتقطيع عجينة البسكوت. هذا القالب هو النجمة. بسم الله. وهذا الغلاس نصف قمر. طبعا هذه كاملة هكذا، نصف قمر. بعد ما شكلنا البسكوت بهذه الطريقة الجميلة، سوف نضعه بالفرن على درجة حرارة 180 من 15 دقيقة، أو من 15 دقيقة ل20 دقيقة، أو حسب الفرن يعني مثلا. وهذا شكله النهائي، لذيذ، جربوه. وإذا أعجبكم الفيديو اكتبوا لي بالكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.